عايزه اقول كلمتين. الناس اللي بتقول عايزين رئيس مدني، الناس اللي بتقول في شرفاء كتير في مصر ورجال اقتصاد وهم اقدر على قيادة البلد، يا ريت يا جماعة تطلعوا لنا واحد من الشرفاء دول ويرشح نفسه. لما بقول لهم كده بيقولوا لي لا، ما هو ما يقدرش يرشح نفسه. ليه ما يقدرش يرشح نفسه؟ ليه؟ عليه طر؟ اصله خايف. انت عايزني ادي صوتي لواحد اصلا خايف يرشح نفسه؟ اللي شايف نفسه يا جماعة كفاءة وقادر على ان هو يشيل مسؤولية البلد ويبقى رئيس مصر، يتفضل. باب الترشح مكفول للجميع، باب الترشح مكفول للجميع. لكن كلام في الهوا، ده مصر مليانة رجال اقتصاد، ده مصر مليانة رجال مدنيين، يا مرحب على دماغنا. لكن انا بقى مش هروح اجيب الراجل المدني او الراجل الشريف اللي حضرتك بتتكلم عليه من قفاه واقول له والنبي ترشح غصب عنك. اللي شايف نفسه ان هو قد المسؤولية يتفضل، وما تقولوش هو خايف. ليه خايف؟ ليه؟ ما عندكم الراجل العبيط اللي اسمه احمد طنطاوي، هو عمال طالع يقول لك انا احسن وانا والايجو بتاعه عالي جدا. يعني اللي عنده برنامج انتخابي واللي عنده حلول اقتصادية وخطة لتحسين الوضع الاقتصادي يتفضل وكلنا وراه. وما تقولوش خايف. اللي خايف ما يتكلمش. في مثل كده قديم بيقول لك ايه؟ ان خفت ما تقولش، وان قلت ما تخافش. احنا ما نبقاش بق كده على الفاضي وخلاص. اتفضلوا ترشحوا. قدامكم انتوا واحد شايفينه ان هو احسن من الرئيس السيسي، يا مرحب. احنا اللي جبنا الرئيس السيسي من بيته وحطيناه. انما بقى الكلام في الهوا، لا ده مشكلة مصر الحكم العسكري، لا مشكلة مصر احنا مشكلتنا احنا. انتوا شعب بياكل في بعضه كلنا، ما انا مش شعبي ده برضه. انتوا شعب اللي بيطول واحد عايز يفرمه. انتوا شعب ما تعرفوش تعيشوا من غير ما ترشوا وترتشوا. انتوا شعب من غير ما تعرفوش تعيشوا من غير خيانة، من غير فساد. اللي عمال يقول لي عدالة اجتماعية، طب ما تنفذ انت العدالة الاجتماعية. انت بتروح تدفع لابنك كوم فلوس عشان ياخد حق واحد في النيابة، احق منه. فحقق انت العدالة الاجتماعية. لما تلاقي واحد كفاءة عن ابنك ان هو يدخل حربية او شرطة، ما تقدمش لابنك وسيبه يحقق العدالة الاجتماعية. اللي ابوه رئيس جامعة ولا حتى استاذ في الجامعة، اللي طالع الاول ما بيتعينش وبيعين ابنه. حققوا انتوا العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية هتتحقق لوحدها. واللي شايف نفسه كفاءة يتفضل يرشح نفسه.